يطيب الكلام ويستفتح بالسلام على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. السلام عليكم، معكم محمد. أول حاجة إيه هي N8N؟ أداة N8N هي أقوى أداة حاليا في مجال ال AI Automation. هي باختصار بتخليك تقدر تعمل المهام المتكررة بصورة تلقائية، وكمان تقدر تعمل أي AI Agent بكل سهولة وبدون أي سطر كود واحد. ودلوقتي علشان نشغل N8N عندنا 3 طرق أساسية. أول طريقة هي الكلاود بتاعهم، وديت أسهل طريقة في كل حاجة. ولو دخلنا على الأسعار من هنا هنلاحظ إن عيبها إن أسعارها غالية جدا. وتاني طريقة عندنا هي الهوستنج، انك تشتري VPS من عند اي شركة زي مثلا هوستنجر. لو دخلنا على هوستنجر وبصينا على اسعار هنلاقي الاسعار يعني في المعقول، غير طبعا الكلاود بتاع N8N. بس ديت بتحتاج منك شوية مجهود شوية على حد بس ما تفهم موضوع السيرفر وهكذا. وتالت طريقة واللي هي هنستخدمها ان شاء الله هي السيرفر المنزلي اللي احنا عاملينه. ولو انت ما تعرفش فاحنا عاملين سلسلة عن بناء السيرفر المنزلي من الصفر، تقدر تشوفها من الاي اللي بتظهر في الجنب من هنا، او تقدر تشوفها بعد الفيديو ده. فاول حاجة علشان نثبت N8N على السيرفر بتاعنا هنخش على الريبو بتاع على جيت هاب، وهسيب لكم اللينك في الوصف. بعدين هنلاقي السكريبت. لو انت اول مرة تشغل السكريبتات تختار اول امر. لو انت متابع معانا الفيديوهات تختار تاني امر عادي. ناخده كوبي، بعدين هنرجع للسيرفر بتاعنا، بعدين هنعمل له كنترول شيفت في، بعدين هنكتب كلمة السر وهنضغط انتر. هيبدأ يحمل معانا كل التحديثات اللي على الريبو. بعدين يفتح معانا بالمنظر ده. هننزل تحت وهنختار اوتوميشن ستاك، هنضغط عليها يبدأ يحمل معانا. اول حاجة احنا هننزل N8N وهننزل Evaluation API، ودوت ان شاء الله هنستخدمه في الفيديوهات الجاية علشان نقدر نستخدم الواتساب بدل الطريقة بتاعت ميتا اللي هي صعبة ومش مفيدة لكل الناس. وبوست جريس هنستخدمها دي قاعدة بيانات علشان تسرع العملية مع N8N، وتقدر برضو تستخدمها انك تخزن عليها بياناتك عادي. فهو دلوقتي بيطلب مننا الكلاود فلير تانلينج ببساطة علشان اي برنامج خارجي زي مثلا تليجرام او جوجل يقدر يتواصل مع N8N لازم يعرف العنوان بتاع N8N بتاعك على الانترنت. واحنا لو شغلنا N8N بدون تانلينج هتكون شغالة لوكال عندك بس، فانت تقدر تتواصل مع اي برامج خارجية علشان انت عارف العناوين بتاعتهم. بس البرامج ديت مش هتعرف تتواصل معاك علشان هي مش عارفة عنوانك على الانترنت. فبدل ما تفتح اي بورتات في الشبكة عندك وتعرض نفسك للخطر، فكلاود فلير بيقدم خدمة التانلينج. هي بتبقى عاملة زي نفق سري ما بينك وما بين كلاود فلير، واي برنامج عايز يتواصل معاك بيعدي على كلاود فلير الاول. وطبعا علشان تستخدمه لازم أن يكون عندك دومين، وانا كنت عامل فيديو عن ازاي تشتري ارخص دومين وتقدر تسمعه من الاي اللي بتظهر في الجنب هنا. هنخش على كلاود فلير وهتسجل الدخول لو انت مش عامل حساب، وتقدر تعمل لوجين من هنا. فهتفتح معانا بالمنظر ده. هننزل عند نتورك من هنا، بعدين تانلينج، بعدين هنخش عند كرييت تانلينج من هنا نضغط عليها، بعدين هنختار اسم مثلا، بعدين هنضغط كرييت تانل. فهتظهر معاك بالشكل ده. اول حاجة هننزل تحت، بعدين هناخد الامر ده كده كوبي وتفتح اي تكست اديتور، بعدين هتعمل الكود اللي احنا خدناه ده كوبي، بعدين هنعمل له بيست، بعدين هناخد الكود ده هناخده كوبي كده نعمل له كوبي، بعدين هنعمل له كنترول شيفت في هنا ويظهر معاك بالمنظر ده، بعدين هنضغط انتر. هو دلوقتي بيسألك عن المساحة، هي الديفولت 30، فانت لو حابب تسيبها سيبها، لو عايز تغيرها غيرها. بعدين هنضغط انتر، بعدين هيبدأ يعمل معانا لينكس كونتينر. جينا نلاحظ على اللي اتعملت عندنا هنا، هيبدأ يعمل معانا الدوكر كومبوز، هيبدأ يربط N8N بالدومين بتاعنا، بعدين هيبدأ يضيفها في الهوم بيج. كده الخدمات بتاعتنا نجحت. نخش على الهوم بيج نلاقي N8N و Evaluation API اتضافوا معانا في الهوم بيج. لو رحنا على كلاود فرير تانلينج وهنلاقي التانل اتربط بنجاح الحمد لله. نضغط كونتينيو بقى من هنا وهنلاقيه بيقول لنا هيلثي. لسه هنضيف له روت، بعدين هنضغط على N8N AI اللي احنا لسه عاملينها، بعدين هنضغط اد روت، بعدين ببلش، بعدين هنا هنكتب السب دومين فهنكتبه N8N، بعدين هنختار الدومين بتاعنا، وعند سيرفيسز URL هنكتب HTTP، بعدين N8N، بعدين 5678، بعدين هنضغط اد روت، بعدين لو جينا نضغط عليها هنا
هيفتح معانا init in بنجاح الحمد لله. اول حاجه هتملى البيانات ديت، واهم حاجه في الباسورد تتاكد ان انت تعمله قوي، علشان ال init in دلوقتي بقت مفتوحه على الانترنت، يعني لو الباسورد ضعيف الناس هتقدر تخش عليها. خلي الباسورد قوي. بعدين هنضغط نيكست، جيت ستارتد على طول. وهنا لو انت عايز تفعل اللاينسز كي، ان شاء الله في الجزئية ديت هتكون قادر تعمل المشروع ده واقوى منه بمراحل كمان. والمشروع عبارة عن اني بعين AI agent يكون محاسب شخص ليا، فلما ابعت له رسالة زي مثلا اشتريت قهوة ب50 جنيه النهاردة مثلا وابعت له، ولو لاحظنا في جوجل شيت هنلاقيه ضاف كل التفاصيل بتاعتنا. فاول حاجة محتاجين نجهزها هي المكان اللي هنخزن فيه البيانات بتاعتنا، وهو علشان التبسيط بس في اول مشروع هنستخدم جوجل شيت، وانت تقدر تستخدم اي قواعد بيانات، بس في الفيديو دوت هنشتغل على جوجل شيت. فاول حاجة هنحدد الاعمدة الاساسية مثلا التاريخ واليوم والعنصر والتصنيف والسعر. بعدين هنرجع على init in. فاول حاجة عندنا لازم نفهمها مع بعض هي التريجر اللي هي المحفز. فاول حاجة لازم نفهمها في init in هي التريجر، المحفز اللي بيبدأ يشغل الورك فلو بتاعنا. يعني مثلا ايميل جالك على الجيميل، او رسالة جاتلك على التليجرام، او الساعة جات مثلا 9 انت بتكون محددها، فهو دوت التريجر. ولو جينا نضغط على اد من هنا ولاحظنا هنلاقي فيه تريجر كتيرة جدا. فاول حاجة ممكن تلاقي التريجر المانوالي اللي انت تضغط فيبدأ يشغل عندنا، او وان اب ايفنت يعني حدث في اب زي التليجرام او واتساب او اي برنامج انت هتوصله يكون تريجر، او اون سكادول يعني انت تحدد مثلا كل يوم الساعة 2 الصبح 8 الصبح يبعت لك تقرير او يشغل الورك فلو بتاعك. فاحنا هنستخدم التريجر بتاع التليجرام، فهنبحث عن تليجرام هيظهر معانا بالمنظر ده. ولو جينا نلاحظ التريجر بينقسم لانواع، يعني مثلا كول باك كويري شانل بوست اديت شانل اديت مسج. فاللي احنا هنستخدم اون مسج، يعني اول ما رساله تجيلك هيبدا يشتغل الورك فلو بتاعك، او الاي ايجنت اللي انت بتعمله هيبدا يشتغل. فاول حاجه هنعملها هي كريدنشال الصلاحيات اللي بنربط بيها init in مع التليجرام او اي ابلكيشن هتربطه معاه. فنضغط على كرييت نيو كريدنشال، هيطلب مننا الاكسس توكن. فهنفتح التليجرام وهنبحث عن حاجه اسمها بوت فاذر، بعدين هنضغط هنا، بعدين هنكتب نيو بوت، بعدين هنديله اسم، بعدين هنضغط انتر، بعدين هنختار يوزر نيم ولازم يكون اخره بوت، بعدين هنضغط انتر. هيطلع علينا الاكسس توكن، هناخده كده كوبي، بعدين هنحطه هنا بيست، بعدين هنضغط سيف. وبكده الصلاحيات بتاعتنا او الكريدنشال اتضافت بنجاح الحمد لله. فاحنا لو فتحنا تليجرام تاني ودخلنا على البوت اللي احنا لسه عاملينه، فاحنا لو عملنا اختبار للتريجر بتاعنا وضغطنا هنا هو دلوقتي بيستمع لتليجرام. فلو فتحنا التليجرام بتاعنا وضغطنا ستار هنلاقيه سمع معانا بالشكل ده. اول حاجة الرسالة بتاعتنا، شات اي دي بتاعك واليوزر نيم وكل التفاصيل بتاعتك على التليجرام. فكده اول حاجة عملناها هي التريجر، يعني اول ما انت تبعت رسالة على التليجرام الورك فلو هيشتغل. زي مثلا ان انت تبعت تقول له انا اشتريت حاجة او انا عملت حاجة فهو يبدأ يشتغل. تاني حاجة هنستخدمها هي الاي اي ايجنت. لو ضغطنا على علامة الزائد دي من هنا ودخلنا على قسم الاي اي هنلاقي اول حاجة عندنا هي الاي اي ايجنت. فلو ضغطنا على اكس دي من هنا كده فهنلاقي اول حاجة عندنا الاي اي ايجنت بيتكون من 3 حاجات اساسية. هي الشات موديل اللي هو العقل او المخ اللي بيفكر ويحلل، زي مثلا انك تستخدم موديلات زي جي بي تي او كلود او جيميناي، هو دوت ال ام. تاني حاجة عندنا هي الميموري، الذاكرة ببساطة هي زي مثلا انت تبعت له تقول له اني اسمي محمد، فلو جيت في الرسالة اللي بعدها وقلت له اني اسم ايه هو هيرد عليك بالاسم اللي انت اديته له. فلو ما فيش ذاكرة هو مش هيبقى عارف انت بعت له ايه في الرسائل اللي قبل كده. فعلشان كده الذاكرة مهمة مع الاي اي ايجنت علشان يقدر يكمل المهمة للنهاية، يكون فاكر انت عايز منه ايه. تالت حاجة واهم حاجة في اي اي ايجنت هي التول، الايدين بتاعته هي اللي بتخليه يقدر يعمل الحاجة اللي انت بتطلبها له.
فاول حاجه عندنا هي الشات اللي هو ال LLM، بعدين الميموري، بعدين التول. فالشات احنا هنستخدم حاجه اسمها اوبن راوتر. انت ممكن تستخدم هنا جيميناي او GPT او ديب سيك او اي حاجه، بس احنا هنستخدم اوبن راوتر علشان حاجه واحده. اوبن راوتر بيوفر لك جميع الموديلات اللي انت عايزها، وبيبقى فيه موديلات مجانيه كتير فتقدر تجرب عليها لو انت لسه بتتعلم. فاول حاجه هنعمل كريدنشال، فهنضغط على كرييت نيو كريدنشال. فهو دلوقتي محتاج مننا الاي بي اي كي. فلو فتحنا المتصفح بتاعنا وكتبنا اوبن راوتر هيفتح معانا بالمنظر ده. فاول حاجه لازم تسجل دخول لو انت مش مسجل. تاني حاجه هنضغط على جيت اي بي اي كي، هيفتح معانا الصفحه دي. هنضغط نيو كي، بعدين هنختار اسم مثلا، بعدين هنضغط كرييت. هيطلع لينا الاي بي اي كي، هناخده كوبي، بعدين هنرجع على انيت ان وهنضغط بيست، بعدين هنضغط سيف. وبكده الكريدنشال بتاعتنا اتربطت مع انيت ان بنجاح. ولو رجعنا لاوبن راوتر، اول حاجه لازم تركز عليها قبل ما تستخدم اي موديل بتاع اي شركه اللي هي السعر بتاع المليون توكن. يعني مثلا 750 الف رساله تقريبا بيستخدم فيهم مليون توكن. فانت هتبدا تدور على الموديلات اللي انت عايز تستخدمها وهتشوف الاسعار بتاعتها. ولو انت عايز تشحن عشان تستخدم الموديلات ديت هنضغط على البروفايل بتاعك من هنا، بعدين هنضغط على كريدت، بعدين هنضغط على كريدت. وانا برضو قلت في فيديوهات سابقة لو انت مش معاك فيزا افتراضية او فيزا دولية علشان تدفع بيها مواقع زي ديت، فانا هسيب لك في الوصف رابط فيزا افتراضية تقدر تستخدمها وهتحصل على $5 هدية، وتقدر تدفع السعر اللي انت عايز تحدده من هنا. بعدين هنضغط علامة اكس دي من هنا، بعدين هنرجع على انيت ان، فهنختار اي موديل. فأنا بفضل 4 او ميني علشان يعني سعره كويس في البداية، مش محتاجين القوة العالية، فهو مناسب لينا. وبكده احنا اخترنا الموديل اللي هو بتاع اوبن راوتر وربطناه مع موديل زي بتاع GPT. تاني حاجة هنستخدمها هي الميموري. فانت عندك اقسام للميموري، فابسط حاجة هي السيمبل ميموري، وبرضو تقدر تستخدم البوست جريس. ولو انت متابع معانا الفيديو من الاول فانت عارف اللي احنا منزلين بوست جريس على السيرفر بتاعنا، فانت تقدر تربطها ببوست جريس. فعلشان نسهل على الناس هنستخدم السيمبل ميموري. اول حاجة هنغير كونكت شات تريجر، هنخليها ديفاين بلو، بعدين الكي هناخد الاي دي بتاع الرسالة بتاع التليجرام علشان يعني تبقى مختلفة عن كل شخص والتاني. بعدين هنضغط علامة اكس وهنختار تالت حاجة اللي هي اهم حاجة في اي AI ايجنت، والادوات اللي احنا هنستخدمها هي الشيت علشان يقدر يضيف البيانات بتاعتنا. فهنكتب هنا شيت، فهي هتفتح معانا بالمنظر ده. اول حاجة علشان نربط جوجل شيت ب انيت ان هنعمل كريدنشال، فهنضغط على كرييت نيو كريدنشال وهيفتح معانا بالمنظر ده. اول حاجه هنعملها هنفتح جوجل كلاود، بعدين هنضغط عليه وتاكد اللي انت مسجل بالحساب اللي انت عملت عليه جوجل شيت علشان يكون البيانات بتاعتك موجوده على نفس الحساب. فهنرجع على كلاود، جوجل كلاود تاني، بعدين هنضغط على كونسول. فاول حاجه لازم تركز معايا علشان الجزئيه ديت كانت متوهاني في البدايه، فعلشان ما تتوهش معايا انت كمان. فاول حاجه لازم تعمل بروجكت. علشان تعمل بروجكت هتضغط هنا، بعدين اكيد انت ما عندكش ولا بروجكت لو انت ما عملتش قبل كده يعني، فهتضغط على نيو بروجكت وهتكتب اسم البروجكت مثلا، بعدين هتضغط كرييت وهو هنا عامل عندنا البروجكت. فهنضغط سيلكت بروجكت او تقدر تختاره من هنا. لو جينا دخلنا على الجزئيه ديت كده هنلاقي عندنا البروجكت اللي احنا لسه عاملينه. تاني حاجة هنعملها نخش على API Services من هنا، أو تضغط على الثلاث شرط بعدين API Services هنخش عليها، بعدين هنخش على Library وهنبحث عن جوجل شيت. تظهر معانا بالمنظر ده جوجل شيت API، هنضغط عليها بعدين هنعمل لها Enable. تاني حاجة عندنا هنرجع على Library تاني، بعدين هنبحث عن جوجل درايف علشان الشيت ديت بيتحفظ على جوجل درايف. هنبحث عن درايف، هنضغط انتر، هيظهر معانا بالمنظر ده جوجل درايف API، هنضغط عليه بعدين هنعمل له انيبل. فكده نراجع الخطوات اللي احنا عملناها. اول حاجه عملنا بروجكت، تاني حاجه فعلنا الاي بي اي سيرفيسز اللي احنا محتاجينها زي جوجل درايف وجوجل شيت. تالت حاجه هنعملها عندنا هي الكريدنشال، هنضغط على الكريدنشال من هنا، بعدين كرييت كريدنشال وهنختار authentication client ID، هنضغط عليها. بعدين لو ظهرت لك حاجه زي كده هتضغط على configuration،
بعدين هتعمل جيت ستارتد، هتختار اسم الابليكيشن بتاعك مثلا، وبعدين هتختار الايميل اللي هو اللي انت مسجل بيه الحساب، بعدين هتضغط نيكست، بعدين اكسترنال، بعدين نيكست، بعدين هتكتب نفس الايميل تاني، بعدين هتضغط نيكست، بعدين اي اجري، بعدين كونتينيو، بعدين كرييت. وبكده الكريدنشال اتعملت معانا. فهنضغط على كرييت اوثنتيكيشن كلاينت، هنختار الابليكيشن، نوع الابليكيشن هيبقى ويب ابليكيشن، بعدين هنسميه، بعدين هنضغط على authorized redirect URLs، بعدين هنضغط على add URL، هنرجع ل init وهناخد ال URL ده، وهنرجع تاني على جوجل كلاود وهنضغط بيست من هنا، بعدين هنضغط كرييت. هيظهر عندنا الكلاينت اي دي وكلاينت سيكريت. هناخد الكلاينت اي دي وهنرجع تاني على init بعدين هنعمله هنا بيست، بعدين هنرجع تاني وهناخد الكلاينت سيكريت وهنعمل له بيست في init. دلوقتي احنا لو عملنا ساين ان ويز جوجل هيظهر معانا مشكلة، فعلشان نشوف ايه المشكلة ديت ونعرف نحلها، فلو جينا نضغط على ساين ان ويز جوجل واخترنا الحساب بتاعنا هنلاقيه عامل لنا اكسس بلوك. فعلشان نحل مشكلة زي ديت هنرجع تاني على جوجل كلاود، بعدين نضغط هنا اوكي، بعدين هنرجع على اودينس من هنا وهننزل تحت وهنضيف الجيميل بتاعك، بعدين هنضغط سيف. كده الايميل بتاعنا اتضاف بنجاح. فلو رجعنا تاني على init وضغطنا sign in with جوجل اخترنا الحساب بتاعنا هنلاقيه فتح معانا والاكسس بلوك اتلغت عندنا. فهنضغط على continue من هنا، بعدين هنضغط select all، بعدين continue. وبكده الكريدنشال بتاع جوجل شيت اتربطت معانا، وهي ديت المعمارية اللي انت تقدر تربط بيها اي حاجة بجوجل. فلو انت ملاحظ احنا نسينا حاجة مهمة جدا ولازم تتحط في اي اي ايجنت، الدور اللي هو هيعمل بيه. يعني انت دلوقتي عملت اي ايجنت هو مش عارف هو هيبقى ايه، فانت لازم تحدد له دور. يعني ايه؟ انت مثلا عايزه يكون محاسب يحسب لك مصروفاتك والحاجات اللي زي كده، لازم تقول له انت كذا وتحدد له الحاجات اللي معاه والادوات اللي معاه علشان يقدر يستخدمها. فاول حاجه لو دخلنا على الاي اي ايجنت من هنا هنلاقي عندنا اليوزر مسج، هنضغط عليها، بعدين هنضغط ديفاين بلو، بعدين هناخد الرساله بتاعتنا من على تليجرام هنلاقيها هنا تحت كده على تكست، هنسحبها كده ونحطها هنا، بعدين هنضغط اد اوبشن. واهم حاجه عندنا في اي اي ايجنت هي السيستم مسج او السيستم برومبت، هي ديت الدور اللي انت بتديه للاي اي ايجنت علشان يشتغل بيه او يمشي بيه. فلو فتحنا السيستم مسج على اكسبريشن دي من هنا كده، بعدين ضغطنا على علامه السهم هيفتح معانا الصفحه دي كده. بعدين هو دوت السيستم برومبت اللي انا عامله، هو مش انا اللي عامله، يعني حرفيا انا رحت لشات جي بي تي او جيميناي او اي شات موديل انت بتستخدمه وشرحت له انا محتاج ايه، وقلت له اعمل لي سيستم برومبت احترافي استخدمه في انت ان، فهو عامل لي السيستم برومبت ده. فلو جينا لاحظنا اول حاجه عندنا هو بيقول لك اليت بيرسونال فاينانس اي اي اسيستنت، يعني اول حاجه انت عملتها له اديت له الدور اللي هو هيقوم بيه، يعني اللي هو فاينانس اي اي اسيستنت. بعدين بقى ادينا له كل التفاصيل عندنا زي مثلا التاريخ واليوم علشان يضيفهم في جوجل شيت، بعدين قلنا له كل التفاصيل بتاعتنا وادينا له الاداة بتاعته اللي هي جوجل شيت ابان درو، وكل التفاصيل اللي احنا محتاجينها اديناها له هنا. وكمان قلنا له يرد علينا باسلوب ايجيبشن ارابيك باللهجة العامية المصرية، وادينا له مثال زي مثلا بعد ما يعمل اي حاجة انا بعتها له يرد عليا برد زي كده. فبعدين هنرجع على نضغط على علامة الاكس دي من هنا كده، بعدين هنضغط على علامة الاكس، وبكده بنسبة 90% الورك فلو بتاعنا جاهز. فأهم حاجة لازم علشان الرسالة تتبعت لنا هنختار التليجرام، فنضغط على علامة الزائد دي من هنا، بعدين هنكتب تليجرام نضغط عليها، بعدين هننزل تحت. هي دي حاجات انت تقدر تعملها بتليجرام، فاحنا اللي احنا محتاجينه اللي هو يبعت لنا رسالة، فهنختار send a text message وهنضغط عليها، بعدين هو محتاج مننا الشات اي دي. فلو جينا على اول نود عندنا اللي هي بتاعت التليجرام هنلاقي الاي دي، هناخده كده نسحبه ونحطه هنا، بعدين المسج هنحتاجها من الاي اي ايجنت، فهنشغل الاي اي ايجنت من هنا كده، فلقيناه طلع لنا الرسالة دي. هنسحب كده الرسالة دي كده ونحطها هنا، لو ضغطنا هنا كده هنلاقي رسالة اتبعت لنا على تليجرام. لو فتحنا التليجرام
هنلاقي الرسالة اتبعتت لنا بالشكل ده. فاحنا لو عايزين نلغي السطر ده كده هنضغط على اد فيل، بعدين اباند انت ان وهنضغط عليها، بعد هنشيل العلامة دي كده، وبكده الرسالة دي ما عادتش هتظهر لينا تاني. احنا كده خلصنا الورك فلو بتاعنا. اول حاجة عملناها هو التريجر، تاني حاجة عملناها اللي هو الاكشن اللي هو الاي اي ايجنت اللي هو اللي هيخطط، فادينا له ال ام، بعدين ادينا له ميموري، بعدين ادينا له ايدين وهي جوجل شيت علشان يضيف فيها البيانات بتاعتنا، وبعدين اي حاجه بيعملها هيبعتها لنا على التليجرام تاني. فعلشان نشوف الموضوع شغال ولا لا ولو في اي اخطاء نصلحها، اول حاجه هنضغط على اكسكيوت ورك فلو من تحت من هنا، هنلاقيه بيعمل علامه كده وهو مستني دلوقتي اللي انت تبعت اي حاجه على التليجرام. فهنفتح تليجرام وهنفتح جوجل شيت وهنكتب له مثلا اي حاجه زي كده مثلا، بعدين هنضغط سند، هنلاقي الورك فلو بتاعنا اشتغل. فاول حاجه هو راح ندى ال ام بتاعنا، بعدين هو سجلها في الميموري، بعدين لو جينا نلاحظ هنلاقي في خطأ عند الاباند رو ان شيت، فهنضغط على العلامه دي كده، بعدين هنخش على اباند جوجل شيت، ولو جيت لاحظ اللي احنا نسينا اساسا نضيف البيانات من هنا. فهنعمل ايه؟ اول حاجه هنضغط على دي كده العلامه دي عشان يكون من الاي اي، وهقول لك ايه عيوب الحاجه اللي احنا لسه عاملينها ديت وازاي هنحلها. فاول حاجه هنجرب تاني، هنضغط على اكسكيوت ورك فلو، بعدين هنفتح الجوجل شيت وهنكتب له نفس الرساله، بعدين هنضغط سند، هو بدأ يشتغل معانا. ولو جينا نلاحظ مش هنلاقي فيه مشاكل، وهنلاقي كل حاجة اتضافت معانا بنجاح الحمد لله. هو اولا عيوب اللي انا قلت عليها في الطريقة ديت ان انت مثلا انت هنا مش محدد له اي حاجة، هو بيبقى بيشتغل بدماغه، يعني هنا ممكن يهلوس. فالاضمن اللي انت تضيف ديسكريبشن هنا توضح له المكان دي بتاع ايه. فانا لما جيت اجرب في الاول هو ظهر عندي مشاكل، فانا ضفت هنا ديسكريبشن، فلما جيت اجرب معاكم ما ظهرش عندي اي مشاكل. فهو الافضل اللي انت تضيف ديسكريبشن زي مثلا، فديت حاجه اضافيه بس مهمه علشان الاي اي ما يهلوس معاك. فلو رجعنا لجوجل شيت تاني هنلاقي كل البيانات هي معموله صحيحه. اول حاجه عامل لنا التاريخ اللي هو النهارده واليوم، وكمان الايتم، وكمان الكاتيجوري، وكمان السعر. فلو جينا نجرب تاني وبعتنا له رسالة زي مثلا، والمثال ده بس انا بجرب بيه يعني مش كيف هو جو للدرجة دي، هنضغط سين، فهنلاحظ هنا هو البتاع ما اشتغلش. لو جينا نلاحظ هنلاقي مفيش اي حاجة حصلت. في حاجتين دلوقتي علشان نشغل الورك فلو ده، يا اما نعمل له اكسكيوت من هنا او نعمل له ببلش من هنا. فانت دلوقتي لما انا بعت له رسالة زي كده هو اساسا ما اشتغلش، ما استقبلش اي رسائل عشان انا ما ضغطتش على اكسكيوت ورك فلو. فهنضغط عليها تاني، بعدين هنبعت له نفس الرساله، بعدين هنضغط سند، هيبدا يشتغل معانا. لو فتحنا جوجل شيت هنلاقيه ضاف معانا البيانات هنا هي، وكمان بعت لنا قال لنا تمام يا صاحبي سجلت 200 جنيه قهوه في خانه الكافي، لو عندك اي مصاريف تانية وتحتاج اي مساعده قول لي، وضاف كل حاجة بشكل كويس. فدلوقتي علشان لما ابعت اي رسالة على تليجرام يسجلها على طول ويشتغل، فهنعمل المشروع دوت ببلش، هنضغط على ببلش من هنا، بعدين هنضغط ببلش. فدلوقتي لو بعت له مثلا مثال زي دي كده مثلا وضغطنا سند، فهو حاليا هو شغال بس مش باين، وهنعرف ازاي نجيبه وهيشتغل ازاي وكده. فلو جينا لاحظنا في جوجل شيت هنلاقيه ضاف البيانات هنا اهيت وبعت لنا الحاجه اللي هو سجلها. فعلشان نعرف هو اشتغل ولا لا هنضغط على اكسكيوشن من هنا، وهنلاقي اخر حاجه اتعملت هنا. فهي هنا العمليات اللي بتتم، يعني اخر عمليه تمت هي العمليه اللي احنا لسه باعتين له. فلو جينا نلاحظ لو دخلنا على تليجرام هنلاقي السؤال اللي احنا لسه باعتينه اللي هو انا اشتريت ب 5000 جنيه بضاعه. بعدين تقدر ترجع تاني من على اديتور من هنا، وبكده هو الورك فلو بتاعنا جاهز. فاحنا في الفيديو دوت عملنا حاجة بسيطة كبداية، وان شاء الله في الفيديوهات الجاية هحاول ان انا اعمل مشاريع بتحل فعلا مشاكل والناس تستفاد بيها. بس علشان اني اعمل الورك فلو دوت انا حبيت بس اشرح المفاهيم الاساسية، زي مثلا حاجه زي التريجر، حاجه زي الاكشن اللي هو اي اي ايجنت، في كمان حاجه زي تول والميموري والموديل. بس حاجه زي كده هي بالنسبه لانت ان بسيطه على اللي هي تقدر تعمله. فانا عملت حاجه بسيطه في البدايه علشان بس ايه اوصل الفكره وانت ان تقدر تعمل ايه. بس انت تقدر تخش على شات جي بي تي وتساله وقول له اي فكره في دماغك وقول له عايز اعملها بانت ان،
فهو هيشرحها لك ويقول لك مثلا التريجر هتستخدم ايه والاكشن هتستخدم ايه، وتقدر تعملها خطوه بخطوه وتعمل الكريدنشال زي ما هو بيقول لك. وحاول تخلي شات جي بي تي مساعد شخصي ليك، تساله قول له مثلا الكريدنشال ده اعملها ازاي وتصورها له وتبعتها له، وهو هيقول لك تعملها خطوه بخطوه ازاي. وعلشان ما اطولش عليكم، في النهاية زي ما تعودنا حديث في حكاية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. الفيديو النهاردة كله كان هدف اننا نيسر على نفسنا الشغل والمهام اللي بتاخد مننا وقت ومجهود. فلو قدامك مشكلة كبيرة حاول تقسمها لأجزاء صغيرة، واستخدم الأدوات اللي ربنا سخرها لينا علشان نيسر على نفسنا. والاهم من ده كله، زي ما انت بتدور على طريقة تيسر بيها على نفسك، خليك انت الشخص اللي بييسر على الناس. لان ببساطة من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وخير ما نختم به الكلام الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. السلام عليكم.